حيرة إدارة ريال مدريد بين كلوب ومورينيو وشوية أخبار دسمة، خليك معي للأخير. اسمع الملك حمادي شنو يقول. مورينيو حيكون مدرب نادي ريال مدريد الموسم القادم بنسبة 99% في حال أن كلوب ما قالش نعم لنادي ريال مدريد. خيك ملك، خيك كنت قلت الكلام هذا قبل ما يطلع الكلام اللي فوق. عاجل بشكل رسمي انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد يعتمد على كلوب هو الخيار المفضل في جميع الأحوال. إذ لم يصرح كلوب برغبته في العودة إلى التدريب فإن فلورنتينو بيريز حيتعاقد مع جوزيه مورينيو. يعني إلى الآن إدارة ريال مدريد تراجع في كلمة نعم من كلوب فقط لا غير، أما جوزيه مورينيو فهو واتي في كل الأحوال. لو كان مش هذا مدربنا حيكون جوزيه مورينيو مدرب نادي ريال مدريد. بشكل رسمي الاتحاد الانجليزي قام بايقاف مودريك لمده 4 سنوات بسبب قضيه المنشطات، ولكن رسميا ان مودريك قدم استئناف المحكمه، حنشوفوا شنو يصير، هل حيوافقوا على الاستئناف متاعه او لا. اجل بشكل رسمي نادي مانشستر يونايتد اعلن انه مش حيخش في حرب مزايده مع مانشستر سيتي بسبب اللاعب اندرسون، واقرب فريق لاندرسون هو مانشستر سيتي. نوتنغهام فورست طالبين في اللاعب 120 مليون باوند، يعني نقدر نقولوا انه ما دام يبيه جوارديولا فهو لاعب خرافي، اكيد حتم الصفقه لصالح بيب جوارديولا. اجل بشكل رسمي حسب صحيفه الموندو تقول ان مدافع ريال بيتيس ناتان تم عرضه على نادي برشلونه، ومصادر مقربة من اللاعب تقول أن سعره حوالي 30 مليون يورو. رسميا تم الكشف على افضل ظاهرين في العالم، والفحوصات تقول الفحوصات الاوليه تشير لعدم وجود اصابات خطيره لاشرف حكيمي ونونو مينديز. حكيمي ما زال يحتاج فحوصات اضافيه، لو كانت ايجابيه سيلعب الاياب، لو كانت خطيره سيلعب ازري امري مكانه. 50% حكيمي حنشوفوه في مباراه الاياب و50% لا، لكن نونو مينديز مستعد لمباراه الاياب. عاجل بشكل رسمي وحسب الموضوع فابريزو رومانو يقول نادي مانشستر يونايتد جدد عقد اللاعب ماينو الى عام 2031. اخيرا وليس اخرا، من بدايه كاس العالم الفيفا تفرض قانون جديد بطرد اي لاعب يقوم بتغطيه فمه اثناء الحديث مع لاعب من فريق الخصم. قرار رسمي وحيطبقوه في كاس العالم. اي اخبار موثوقه رسميه تلقينا عند عبد الله، ما تنساش اللايك والمتابعه، ديما طيبين.